السلام عليكم أصدقائي وأحبتي، مرحبا. ورد هذا التعليق من عندي أحد الأصدقاء يقول فيه: السلام عليكم أستاذ، إذا أمكن أود أن تجيبني عن مسألة الصحراء، هل هي مغربية أم غربية؟ مع خالص تحياتي وتقديري للمملكة المغربية. شكرا على هذا السؤال وشكرا على طريقة طرح هذا السؤال. هل الصحراء مغربية أم غربية؟ لنفترض جدلا بأن الصحراء هي صحراء غربية، فأين جزئها الشرقي لتكتمل وتصبح في وحدة جغرافية متكاملة ومتماسكة؟ الصحراء الغربية تقتضي الصحراء الشرقية. من أطلق هذا المصطلح على هذه الرقعة الجغرافية؟ سآتي على هذا لاحقا. الصحراء مغربية أم غربية؟ خلينا ساعة نعمل إسقاط تاريخي ونذكر رواحنا وأذكر نفسي وإياكم بحدود التاريخية للمملكة المغربية. نعرف أنه تاريخيا المملكة المغربية كانت تضم أراضي موريتانيا الحالية. نتكلم على موريتانيا بحرف التاء وليس موريتانيا بحرف الطاء، لأنه ما همش نفس الشيء. نتكلم موريتانيا الحالية كانت تابعة المملكة المغربية، وكذلك الغرب الجزائري برمته. الجزائر الغربية كلها كانت تابعة المملكة المغربية في التاريخ القديم. وقت نتكلم على إمبراطورية موريتانيا عندما سيتم استعمارها من قبل الرومان، سوف تصبح موريتانيا القيصرية نسبة إلى سيزار القيصر، وموريتانيا الطنجية نسبة إلى طنجة. قديما كانت العاصمة هي طنجة، لأنه في العصور القديمة الأراضي مملكة موريتانيا وصلت حتى إلى شرشان في الشرق، نفوذها وصل إلى هذه المدينة وكانت عاصمتها طنجة. بعد الفترة القديمة باش نتكلموا على فترة الوسيطة. العهد الوسيط هو زمن دخول الفتح العربي الإسلامي إلى شمال إفريقيا، ونتكلموا على دولة المرابطين، وهي دولة عظيمة. الدولة المرابطية كانت حدودها من السنغال جنوبا إلى الأندلس شمالا، وعاصمتها كانت مراكش. الصحراء وقت ذاك هي تحت نفوذ المملكة المغربية. موريتانيا تحت الصحراء تحت نفوذ المملكة المغربية، والسنغال تحت نفوذ المملكة المغربية، وكذلك الأندلس تعود بالنظر إلى المملكة المغربية. وعاصمته أين؟ عاصمته مراكش. يوسف بن تشفين هو مغربي وعاصمته مراكش، لأنه ينتمي إلى تلك الرقعة الجغرافية المتماسكة. باهي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إثر سقوط الدولة المرابطية ستقوم على أنقاضها الدولة الموحدية. مؤسس هذه الدولة هو المهدي بن تمرد، وهو من قبائل المصامدة من جبال الأطلس، وهو بربري أمازيغي. وظلت الصحراء الموريتانية ضمن النفوذ المغربي، وكان الولاء السياسي والديني لسلطان المغرب. الدولة الموحدية هي من المغرب الأقصى، لأن المهدي بن تمرت لم يتزوج، فأخذ البيعة بعده عبد المؤمن بن علي، اللي هو من قبائل كومية من تاجرة من تلمسان. تلمسان الوقت هذاك أرض مغربية، راهو يا جماعة، لا وجود لتتابع الجزائر، فماش. تلمسان تابع المغرب، وبالتالي عبد المؤمن بن علي عندما سيقوم بخلافة المهدي بن تمرد باش يحكم من مراكش، ما حكمش من تلمسان. فماش دولة مؤمنية اسمها الدولة الموحدية، لأنها قائمة على مذهب فقهي اسمه المذهب الموحدي، مش المذهب المؤمني. هي دولة موحدية. وعلى فكرة الشيخ الحفصي لم يبايع عبد المؤمن بن علي. الناس خباوا موت المهدي بن تمرد أكثر من 3 سنوات، إلى أن بايع الشيخ الحفصي عبد المؤمن بن علي باش أعلنوا على وفاته. باهي، من بعد الدولة الموحدية ستسقط، وستقوم على أنقاضها 3 دول، اللي هي السلطنة المرينية، دولة بني عبد الواد أو دولة بني زيان، والدولة الحفصية. السلطنة المرينية هذه ستنتقل معها العاصمة من مراكش إلى وين؟ إلى فاس، وسيطلق على فاس مصطلح البلد الجديد. حافظت المملكة المغربية على حدودها التاريخية، بما في ذلك تلك الصحراء الجنوبية حتى موريتانيا.
يعني نشوفوا احنا لو يلزمنا نعملوا امتداد تاريخي واسقاط تاريخي ونشوفوا جذور هذه الارض من بعد الدولة المارينية، السلطنة المارينية، باش تجينا الدولة السعدية. هل وقع اختطاف الصحراء من الدولة السعدية؟ طبعا لا، بقيت الصحراء المغربية والموريتانية تحت النفوذ المغربي، وظل الولاء قائما للسلطان المغربي، كلها أراضي تابعة المملكة المغربية. سيستمر الوضع إلى حدود القرن 19، وقتها باش تدخل فرنسا وسيدخل هذا التقسيم الإداري الجديد، الحد هذا، لأنه احنا ما كناش نستعمل مصطلح الحد. الحد هو خط اتفاقي واضح يفصل بين الدول المجاورة، هو مصطلح استعماري جانا بعد يعني فلسفة التنوير. احنا كنا نقول الثغور، وهو موقع المخافة من أطراف البلاد، أو التخوم، وهي الحدود الجغرافية، التضاريس والجبال والوديان إلى غير ذلك. كانت هناك قبائل تبايع. علاش من بعد ولاو يتكلموا الآخرين، قال لك البكوات والدولة شو اسمه المصطلح نسيته، قبائل كانت مبايعة للسلطان المغربي، كان عندها استقلال شبه ذاتي ولكنها تحت نفوذ وولاء السلطان المغربي. به قلنا في القرن 19 فرنسا يعني ستعترف بأن الصحراء جزء من الأراضي التابعة للسلطان المغربي قبل أن تقوم باحتلال المنطقة وتفصيلها إداريا عن المغرب. من فصل الصحراء عن المغرب هي فرنسا. باهي. وبعد مؤتمر البرلين اللي صار عام 1884، المؤتمر هذا سيوزع النفوذ الاستعماري في إفريقيا. لهنا باش تدخل إسبانيا على الخط، ستتوغل جنوبا باش تحتل مناطق يعني من المملكة المغربية، باش تحتل الكويرة وتحتل رأس بوجادور، كان منطقتها بالصحيح، وستعلن قيام الصحراء الإسبانية. لهنا باش تكون السيطرة على كامل الإقليم. الإقليم هذا كان ممتد من طرفايا إلى وادي الذهب، تسيطر عليه إسبانيا عام 1934. باهي. وقت باش تستقل المغرب، استقلالها كان في 2 مارس 56. المغرب استعادت تدريجيا يعني طرفايا، وقتها باش نتكلموا على الرباط كعاصمة عام 1958 حتى 1969 باش تسترجع طرفايا وسيدي إيفني. نفوفتكم بحدث عام 1960 بعد استقلال المغرب بسنة، فرنسا ستفصل موريتانيا عن المملكة المغربية. شفتوا التداخل؟ معناه المستعمر هو من فعل أفعاله في تلك الرقعة الجغرافية للمملكة المغربية. باهي. احنا توا ظهرنا انه الارض هي ارض مغربية. الاشكال باش يصير عام 1975 اسبانيا ستحتفظ بالصحراء، يعني باش تخرج المملكة المغربية دون صحراء، لأن اسبانيا باش تقعد مستعمرة الصحراء إلى حين إبرام اتفاق مدريد. وشاهدنا يعني ونعرفوا المسيرة الشهيرة، المسيرة الخضراء. باهي. من بعد شو اللي صار؟ من بعد باش تدخل دولة أخرى على الخط، ستمول وتدعم الجبهة الانفصالية اللي هي البوليزاريو، باش سياسيا وعسكريا وماليا، وأيضا ستحتضن هذه الجبهة الانفصالية على أراضيها، باش تعطيها تندوف وتعطيها بشار وباش تمولها. وعلاش هذا الكل؟ أولا لإضعاف نفوذ الإقليمي للمملكة المغربية، وكذلك على أمل امتلاك منفذ استراتيجي على الأطلس، لأنه عندما ستقوم هذه الدولة المزعومة ستحتلها الجزائر فيما بعد، واضحة يعني مصيرها. هذا هو. إن شاء الله أكون قد أجبتكم على هذا السؤال. شكرا وبارك الله فيكم.